صدر الإعلان الأول، وفعلا قد أصيب تيميل، وشرارة العداوة قد تأججت بين الثنائي خليل إبراهيم وفكرة ليتو. إذن فهل سيموت تيميل؟ ورضوان ليتو هل مات أيضا؟ لأن فكرة قال في الإعلان أنه قد دخلت بينهم قضية دم، أي بين فكرة وخليل إبراهيم. هذه الأسئلة وأكثر نجيب عليها معكم في هذا المقطع. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناة ليل، قناة توفر لكم مقاطع يومية لمشاركتكم بكل جديد يخص المسلسل من إعلانات، تحليلات، توقعات وكل ما يحدث في الكواليس. فلا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وكذلك فالإعجاب بالمقاطع يزيد من فرصة ظهور مقاطعنا الجديدة لكم على الصفحة الرئيسية لليوتيوب. والآن هيا لنفك شراعنا، وكالعادة لا ننسى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، ظهر في الإعلان أن فكرة قال لخليل إبراهيم قد دخلت بيننا قضية دم، وهذا يعني بشكل كبير أنه رضوان ليتو قد يكون ميتا. لكن من جهة أخرى ظهرت صورة من الكواليس فيها نذيم ليتو وآسيا ليتو معا في المستشفى، والسبب الوحيد الذي قد يجعل هاتين العدوتين متواجدتين في نفس المكان هو زوجهما رضوان. إذن فمن المحتمل أن يكون رضوان ليتو لا زال حيا، لكن وضعه الحرج ونومه في قاعة الإنعاش هو الذي جعل فكرة يقول هذا لخليل إبراهيم. في نفس المشهد مشاهدين الكرام، أي عندما قال فكرة لقد أصبحنا أعداء لخليل إبراهيم ودخلت قضية دم بيننا، أجابه خليل إبراهيم أن ينتظر فقط لينتقم من يلماز، وبعدها ليفعل ما شاء. وهذا يعني أنه لا زالت هناك إمكانية عدم موت تيميل، لأنه لو مات تيميل كان سيقول له أنه غير نادم على ما فعل، وأن والده أي رضوان ليتو هو من سبق إلى إطلاق النار، وهو الذي يتحمل المسؤولية في ذلك. لكن قول هذا يجعلنا نتوقع أن هناك أحداث أخرى جرت في ذلك العرس، ليكون خليل إبراهيم حاقد على يلماز أكثر مما هو حاقد على رضوان ليتو الذي هدد حياته وحياة أقرب صديق له. مشاهدينا الكرام، هذه تحليلاتنا لهذا المشهدين، فما رأيكم؟ وشاركونا بتحليلاتكم للإعلان في التعليقات. نهاية المقطع، إلى اللقاء.